يا صباح الأخبار والأسرار اللي محدش يعرفها. في عالم مليان بالحاجات الغريبة، في ناس قدرت تعمل المستحيل وتكسر كل التوقعات. النهاردة هتشوف معانا قدرات خارقة لبشر بيتحولوا لوحوش وبيرفعوا أوزان مرعبة بسنانهم. وهنروح للصين عشان نشوف أغرب طريقة علاج في العالم بالدفن جوه الطين. ومش بس كده، ده انت هتشوف بنت بتمشي على الحيطان وبتتحدى الجاذبية كأنها شخصية من أفلام الخيال. وهتعرف ازاي التكنولوجيا بتنقلك لعالم تاني وانت واقف مكانك. ركز في كل دقيقة عشان اللي هتشوفه دلوقتي حقيقي 100%. ويلا بينا. تعال بقى أوريك أغرب أنواع الطاعة اللي ممكن تشوفها في حياتك واللي مش موجودة غير في الهند. أيوة يا سيدي، زي ما أنت شايف الست هناك لازم تغسل رجل جوزها، ومش بس كده، دي كمان بتشرب مية الغسيل دي. والموضوع ده لسه موجود لحد النهاردة في مناطق كتير. والمعلومة بقى إن الطقس ده معروف هناك باسم بادا بوجا، ودي كلمة سنسكريتية معناها عبادة القدمين. وفي الثقافة دي بيعتبروا الزوج مرشد أو كاهن للبيت، والحركة دي بالنسبة لهم قمة الاحترام والتقدير. الغريب بقى إن الطقس ده ما بيتعملش بس للأزواج، ده كمان بيتعمل للوالدين والرهبان كنوع من طلب الرضا والبركة. سيبك بقى من طقوس الهند وتعالى شوف اللي شايل حديد بسنانه. تعال بقى أوريك أقوى راجل في العالم واللي بيقدر يعمل حاجات محدش عملها قبله. الراجل اللي قدامك ده اتسجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وبيقدر يشيل أوزان تقيلة عن طريق سنانه. أيوة زي ما انت شايف، بيعلق الحاجات في سنانه ويرفعها وبكل بساطة، لدرجة إن هو بيقدر يرفع أكتر من 150 كيلو وكأنه شايلهم في إيده. والمعلومة اللي هتصدمك إن البطل ده اسمه مودي سك، والعلماء بيقولوا إن فك الإنسان بيقدر يولد قوة ضغط بتوصل ل 90 كيلو جرام. بس الأبطال اللي زي ده بيتدربوا لسنين عشان يوصلوا لأرقام خيالية. والأهم من قوة السنان هي قوة عضلات الرقبة والظهر اللي بتتحمل الحمل ده كله عشان الجسم ما يتكسرش. سيبك بقى من العضلات وتعال نشوف أغرب علاج بالطين. تعال بقى أوريك أغرب علاج في العالم واللي بيعتمد على قوة الطبيعة. أيوة يا سيدي، في ناس بتدفن نفسها بالكامل في الطين، وبيقولك إن الطين ده بيسحب الوجع من الجسم وبكل بساطة. علشان الطين اللي انت شايفه ده يعتبر طين بركاني وطالع من تحت الأرض، وعلشان كده بيعالجوا بيه الناس. والمفاجأة هنا إن النوع ده من العلاج معروف عالميا باسم بيلوثيرابي. والطين ده بيكون غني جدا بالمعادن زي الكبريت والمغنيسيوم. والناس في الصين مش بس بتستخدمه للوجع، ده كمان بيعتبروه سر من أسرار نضارة البشرة وعلاج الأمراض الجلدية، لأن حرارة الطين البركاني بتفتح المسام وتطرد السموم من الجسم كله في جلسة واحدة. سيبك بقى من دوشة الطين وتعال شوف البنت اللي بتمشي على الحيطان. لو هنتكلم عن الحاجات الغريبة يبقى لازم تشوف البنت اللي معانا النهاردة واللي اتسجلت في موسوعة جينيس علشان بتعمل حركات غريبة. أيوة يا سيدي، البنت دي بتقدر تمشي على الحيطة، انت متخيل؟ والمعلومة بقى إن البطلة دي هي الرياضية المشهورة ديمي باجبي، ودي مش مجرد هوية، دي واحدة من أقوى الشخصيات في العالم في مجال اللياقة البدنية والجمباز. ديمي معروفة بحركاتها المبتكرة في الباركور اللي بتكسر قوانين الفيزياء، وقدرت تبني القوة المرعبة دي بعد ما تعرضت لحادثة صعبة زمان كان ممكن تمنعها من الحركة، لكنها رجعت وبقت أيقونة عالمية بتستعرض مهارات أكروباتية مفيش محترف يقدر يقلدها بسهولة. سيبك بقى من مرونة البشر وتعال نركب آلة الزمن وندخل عالم الخيال. تعال بقى أوريك الجهاز اللي هيخليك تعيش في أماكن عمرك ما حلمت تروحها. أيوة يا سيدي، اللي قدامك دي نظارة الواقع الافتراضي، وكل اللي عليك إنك تلبسها وهتلاقي نفسك طلعت المريخ وإنت قاعد مكانك. والمعلومة بقى إن التقنية دي بيسموها Virtual Reality، والجديد والمبهر بجد إنها ما بقتش بس للألعاب والترفيه، دي دخلت بقوة في علاج الفوبيا زي الخوف من المرتفعات. ده غير إن شركات السياحة بدأت تستخدمها عشان تخليك تجرب الفندق والبلد تصبيرة قبل ما تدفع وتحجز، لأن عقلك بيصدق بنسبة 90% إنك جوه التجربة دي فعلا. سيبك بقى من العالم الافتراضي وتعال نشوف إزاي ممكن تغير شكلك في الحقيقة. لو انت بقى من الناس اللي بتحب التغيير فمفيش أحسن من الاختراعات الصينية واليابانية. بيعملوا حاجات غريبة لدرجة إنهم عملوا باروكة جاهزة بالشكل اللي انت شايفه ده، بمجرد ما بتلبسها بتغير شكلك تماما. والمعلومة بقى إن الصناعة دي بتعتمد على تقنية الألياف الحرارية أو synthetic fibers، واللي بتخلي الشعر يبان طبيعي جدا ومستحيل حد يفرقه. والمفاجأة إن سوق الشعر والباروكات دي بيحقق مبيعات عالمية بتوصل لأكتر من 10 مليار دولار سنويا، لأنها سهلت على الناس تغيير شكلها من غير صبغة ولا حلاقة في ثواني. وبس يا سيدي، دي كانت أغرب حاجات شفناها النهاردة. ولو عجبك النوع ده من الفيديوهات اخبط اللايك المتين عشان اللي جاي أغرب بكتير. سلام.